الفرق بين تدريب الافراد وتدريب الشركات، دايما الافراد بتدور على التطوير الذاتي، لكن الشركات لما بتعمل تدريب هي بتدور على الريزلت اللي هتعود على البيزنس بتاعها. في تدريب الافراد بيبقى المحتوى معروف ستاندر من قبلها، هو ده المحتوى اللي احنا هنقدمه، لكن بالنسبه للشركات ما ينفعش اقول ان هو ده الستاندر بتاع التدريب للشركه او هي ده المحتوى، ولكن احنا بنكستمايز التدريب او التريننج ماتيريال بناء على احتياجات الشركه او الجابس اللي موجوده في البرفورمانس اللي عند الاشخاص. في طبعا ريبورت تفصيلي بيكون بعد التدريب اقدر اسلمه للاداره عشان تقدر تشوف النتائج بتاعه التدريب، وفي بعض الاحيان ممكن يكون في مواعيد لفولو اب، كل فتره نيجي نعمل فولو اب على اداء الموظفين بعد التدريب، وممكن بعد الفولو اب يكون في كوتشنج سيشن عشان لو في بعض المشاكل نقدر ان احنا نعالجها او نحسنها في اداء الموظف. التدريب بيشمل كل الفئات داخل الشركه، كل التوب مانجمنت ليهم برامج تدريبيه خاصه بيهم زي الليدرشيب سكيلز، ودي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه للتوب مانجمنت، فلكل ليفل بيكون في برامج خاصه بالليفل ده.